سلام، كانت من هذا الفيديو. تلقاكم على خير، واليوم غادي نخدمو مع بعضياتنا كيك سيترا. كيجي فن في المذاق ديالو وغامون في الصباح فطور مع القهوه كيجي كيحمق. يلا باش نبداو. وباش نبداو غادي ناخدو البيض، غادي نديرو البيض كامل، وديما كما كنقولوا البيض خاصو يكون على حراره المطبخ. على البيض غادي نزيدو السكر، وغادي نديروه في العجانه باش يتدرب ويدوبل لو فوليوم ديالو. عاد نشوفوا شنو غادي نديرو دو بلوس. و بيان سور الملحه ما نساوهاش. غادي نزيدو لا فاني، غادي نلونسيو البيض مع السكر الملحه الفاني حتى يدوبل لو فوليوم. عاد غادي نكملو لي زانغريديون الاخرين. الوغ هنا ملي دوبل لو فوليوم ديال لا بريباراسيون غادي ناخذ 3 ديال لي زيست سيترون، غادي نزيدهم على الخليط. غادي نزيدو الزيت ديال السيترون، غادي نعاودو نخلطوهم. غادي نزيدو الدقيق، غادي نزيدو خميره ديال الحلوه، غادي نعاودو نحركوهم. غادي نضيفو هنايا الزبده اللي ذوبناها. الزبده ما خصناش، حنا ما كناش كنقلبوا على بيغ نوازيت، زبده حيوانيه غادي تذوب وتبقى بيضاء. وفي الاخير غادي نزيدو لا كريم فريش. ملي كنتاكدوا بلي راه كلشي تخلط مزيان غادي نجيب لا ماريز ونحرك من الداخل لتحت باش الا بقاو لنا دي غرومو او بقات لنا شي حاجه حاصله فيها الدقيق حتى هي تخلط مزيان. نخلطو. هنا لو كيك ديالنا راه وجد. غادي نشعل لو فور على فران على 140 درجه الحراره على ما نلبس المول بالزبده والدقيق، ونعمرهم بلا بريباراسيون وندخلهم باش يطيب. المده ديال كتراوح ما بين 45 ساعه بيان سور بلا فيريفيكاسيون ديالنا. الوغ انا هنايا كما قلنا قبيلاتي غادي نقدروا نلبسوا لو مول بالطحين والزبده. انا اختاريت باش ندير فيه بابي كليسون. غادي نخوي الخليط ديال لو كيك، غادي نحاول نوسعو اولا نزلعو في لو مول. غادي نشد لو كيك ونطلع شويه من الجناب هكذا، وغادي ناخدو ندخلو يطيب كما قلنا من 45 حتى لساعه على درجه 160. هنايا غادي ناخدو سكر كلاصي سبيسيال مع العصير ديال الحامض باش غادي نصاوبو الكلاصاج ديال الحامض. بسم الله. كنخوي العصير، غادي نحركهم مزيان بحال هكا. خاص ما يبقاوش لنا دوك لي غرومون ديال السكر كلاصي. السكر كلاصي بيان سور اللي خدامين به سبيسيال نوعيه ممتازه، هو اللي كيكون فيه ديك النسبه ديال النشا. الوغ ملي مشاو لي غرومون كاملين ديال السكر، درنا السكر في العصير ديال السيترون، غادي نخليوه على جنب باش غادي نصاوبو الكونفي دو سيترون. غادي ناخدو العصير ديال الحامض، غادي نزيدو عليه الخليط ديال السكر كلاصي مع العصير ديال الحامض اللي صاوبناه الكلاصاج. غادي نخلطوه مزيان بحال هكذا. غادي نحطوه فوق من العافيه حتى يجيب الفيضه باش نزيدو ليه السكر مع البيكتين ان اش. هنا غادي ناخدو البيكتين ان اش مع السكر، غادي نخلطوهم مع بعضياتهم بحال هكذا مزيان. اون فوا يجيب السيترون الفيضه غادي نزيدو فوق منه
كما قلنا شحال هادي في الغسلة اللي سابقه، اي خليط كنديروا فيه بيكتين ان اش باش نصاوبوا لو كونفي، كيتفاعل بيكتين ان اش مع السخونيه. وغادي نزيدو هنا في هذه المرحله البيكتين مع السكر، نحركو مزيان. خاص البيكتين ان اش مع السكر يذوبوا في الخليط. الوغ هنا طابلينا لو كيك هكا داير، غادي نديموليوه وغادي ندوزو باش نسقيوه. الوغ هنايا ملي ديموليناه غادي نخويو عليه ودابا غادي ندوزو باش نذوقو. بسم الله. المذاق ديالو خطير، الناس اللي كيبغيو الحامض. وهذه كانت الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجبتكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر جيم، بارطاج، ابوني. سلامه.